الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. النعناع كتير الأيام دي في السوق. هاتي بقى ونشفيه في الظل. هاتي اغسليه كويس قوي ونشفيه في الظل، وبعد ما ينشف افركيه كده. طلعي العروق بتاعته كده في مصفى وهتبرزيه. لو حطيتيه في الشمس بيبقى يسود. النعناع هاتيه اغسليه قوي ونضفيه وحطيه في الظل، وبعد ما تحطيه في الظل هينشف معاكي ويبقى اخضر بالشكل ده، زي عشان انتي حطاه في الظل. بعد ما افرك كده اضربه في المطحنه ويبقى عندك احلى نعناع ناشف فريش، ريحته تحفه غير اللي انت بتشتريه من المحل. بيكون مطرب، بيكون عليه تراب، ما انتش ضامنه شكله ايه. في مصفى وافركيه كده. شايفين النعناع؟ شايفين النعناع اخضر وفريش ولونه فاتح مش اسود. ما تحطهوش في الشمس، حطيه في الظل واعمليه كده زي ما انا بقولك، وشوفي الطريقه وشم الريح. يبقى عندك نعناع فريش. انت بتجيبي النعناع من عند الراجل ما بيبقاش له ريح. اعملي عندك، والنعناع الوقت كتير في السوق. هاتيه اغسليه قوي، نضفيه وحطيه في الظل. بعد ما تحطيه وينشف اعمليه كده. شايفين النعناع اخضر وجميل ازاي؟ هتجيبيه تغسليه وتنشفيه في في الظل، ما تحطوش في الشمس. لو حطيتيه في الشمس هيسمر. هتغسليه قوي ونشفيه في الهواء، يفضل خضار ومحتفظ بلونه كده اخضر وريحته تحفه. شايفين؟ بعد ما تضربيه في المطحنه برضو هرجع اصفيه تاني عشان لو في شوائب ولا حاجه تطلع. شايفين النعناع معاكم شكله ايه؟ حطي بقى على المحشي، حطي على الشاي، حطي على الاكلات اللي انت بتحبي عليها نعناع. وقت كتير في السوق هتجيبيه وتغسليه وتنشفيه في الهواء وبعدين تضربيه كده. شايفين؟ حطي كده. حطيه في باب التلاجة.